الحيوانات سبب رئيسي في بقائنا نحن البشر، ولولا وجود الحيوانات ما كنا وصلنا فيه نحن البشر في اللي وصلنا فيه نحن الآن. طيب في ذا المقطع جمعت لكم 30 معلومة عن مختلف الحيوانات حول العالم. هنبدأ برقم 1. تخيل حيوان الكوالا الذكر عنده عضوين ذكريين والأنثى عندها عضوين أنثيين. نوع ثعبان تيبان هو أكثر ثعبان مميت حول العالم، ونسبة الموت بسم الثعبان هذا تقريبا توصل 100%، والثعبان هذا متواجد بكثرة في استراليا. الحلزون عنده القدرة انه يقدر ينام 3 سنوات متواصلة، والحلزون برضو لو خسر عين من عيونه يقدر يرجع العين من جديد ويصنعها من جديد. وطبعا معروف عن الحلزون انه جدا 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 بطيء، لدرجة انه لو بيدور الارض كلها يحتاج 4500 سنة. النمل ابدا ما يناموا وما عندهم رئتين. وعلى سيرة النمل، دولة ايسلاند وغرينلاند والقارة القطبية الجنوبية ما فيهم نمل ابدا. الفيل يقدر يشم المويه بالرغم من ان المويه ما لها طعم ولا ريحة، ويقدر يشمها من بعد 5 كيلومتر. والفيلة برضو تكون حاملة مو لمدة 9 اشهر زي الانسان، تكون حاملة لمدة 2 سنين كاملتين. المحار يقدر يغير جنسه من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر على حسب الوضع اللي عايش فيه وإيش الأفضل له. وحيوانات كثيرة عندها هذه القدرة. السناجب لهم فضل كبير جدا علينا. تقول لي ليش؟ لأنهم سبب في وجود الملايين من الأشجار، لأنهم يخبوا الجوز والفستق تحت في الأرض وينسوا أماكنها وما يرجعوا ياخذوها، فبالتالي تنبت الأشجار. بصمات خشم الكلب والبسة أو القطة تعتبر فريدة من نوعها، زي تقريبا بصمات الإنسان، لأنه مستحيل تلقى إنسانين عندهم نفس البصمات. نفس الشيء ينطبق على خشم الكلب وعلى خشم البسة، مستحيل تلقى تشابه بينهم. سلحفة الدابرة العملاقة هو أكبر حيوان عاش على وجه الأرض، وماتت السلحفة في عمر 250 سنة في عام 2006 في الهند. ومتوسط عمر هذا النوع من السلحفة تقريبا من 200 سنة إلى 250 سنة. فرس البحر يعتبر أبطأ سمكة ومخلوق بحري. سيلفيش هي أسرع سمكة في العالم بسرعة 110 كيلومتر في الساعة. وأسرع حيوان على الأرض اللي هو الفهد الصياد بسرعة 114 كيلومتر في الساعة. والصقر شاهين اللي هو نوع من أنواع الصقور يعتبر أسرع حيوان في العالم بسرعة 250 كيلومتر في الساعة إلى 300 كيلومتر في الساعة. طائر الطنان هو الطائر الوحيد اللي عنده القدرة إنه يقدر يطير على وراء. الفيل الأفريقي عنده أفضل قدرة شم من بين كل الحيوانات. كل حيوانات الباندا الموجودة حول العالم معارة من الصين، وأي حيوان باندا حول العالم يولد يرسل مباشرة عن طريق فيديكس بالتحديد إلى الصين، طبعا عشان يقدروا يوسعوا من نمو الباندا ويحافظوا على هذا الحيوان. وطبعا زي ما قلت في مقطع سابق، إذا قتلت حيوان الباندا ممكن تعرض نفسك للقتل في الصين. الكلاب عندها 13 فصيلة دم مختلفة، والأحصنة عندها 8، والبقر عندهم 9، والإنسان زي ما تعرف عندهم 4 فصائل مختلفة. الزرافة هي أطول حيوان في العالم، وما يصدروا أبدا أي صوت، ويحتاجوا بس من 5 دقائق إلى 30 دقيقة نوم في اليوم. وبالرغم من طول رقبة الزرافة إلا أنه عدد العظام الموجود في رقبة الزرافة يساوي نفس عدد العظام الموجود في رقبة البشر، واللي هي 7 عظمات. قنديل البحر هو الحيوان والمخلوق الوحيد في العالم اللي ما يموت أبدا ويقدر يعيش حياة للأبد. طبعا في قناديل كثيرة تموت لأسباب معينة، لكن في قناديل ثانية وأنواع مختلفة تقدر تعيش للأبد ما تموت. الضفادع أبدا ما يشربوا موية. طب كيف يعيشوا بدون موية يا أحمد؟ يمتصوا الموية عن طريق جلدهم. التماسيح تاكل الحجار والصخر، والسبب إنه هذا يساعدهم على الهضم ويساعدهم على زيادة وزنهم، فبالتالي يعيشوا في الموية ويقدروا يغطسوا في الموية لمدة أطول. والتمساح عنده لسان لكنه أبدا غير مفيد، فما يستخدمه ولا يقدر يتحرك، لأنه اللسان مثبت في الجزء العلوي من الفم فما يتحرك أبدا. بعض الأسود تمارس التزاوج والجنس أكثر من 50 مرة في 3 إلى 5 أيام. طبعا ما يمارسوها مع واحدة لبوة، لا مع عدة لبوات أو مع أكثر من لبوة. القرود ممكن يصلعوا تماما زي الإنسان. البقر في سويسرا له شهادة ميلاد وله هوية تماما زي البشر الطبيعيين. فصيلة الكلاب باسنجي هي الكلاب الوحيدة اللي في العالم اللي ما تنبح وما تقدر تنبح ولكن تصرخ زي الذئب. السحلية تقدر تركز بعينيها الاثنين في شيئين مختلفين في نفس الوقت. عشان أعطيك مثال، حط إصبعك مثلا قدام عيونك وحاول تركز في إصبعك. هل في نفس الوقت تقدر تركز في شيء ثاني في نفس الوقت؟ ما مستحيل. بس ما في شيء مستحيل للسحلية. النحل يذوق برجوله، فالنحلة تنزل على وردة معينة مثلا وتقدر تتحسس برجولها إذا كانت هذه الوردة سامة ولا آمنة.
زي حيوان الزيبرا بالضبط، مستحيل تلقى نمرين عندهم نفس الخطوط اللي على جلدهم متشابهة تماما. في سحلية معروفة باسم جيسس كرايست ليزرد، والمعنى سحلية المسيح، والسبب لأنه هذه السحلية عندها قدرة إنها تقدر تمشي أو بمعنى صح تجري على الموية، وهذا من قدرات المسيح عليه السلام إنه يمشي على الموية، فعشان كذا شبهوها وسموها بنفس الاسم. في معلومة خاطئة عند ناس كثيرين إنه الثور يهيج لما يشوف اللون الأحمر، والصحيح إنه الثور ما يهيج عشان اللون الأحمر لأنه أحمر، الثور يهيج لما يشوف شيء قدامه يتحرك، لأنه الثيران ما عندهم تمييز بين الألوان، وأغلب الحيوانات في العالم ما عندها هذه القدرة إنه تقدر تميز بين الألوان، أو عندها ألوان محدودة بس تقدر تشوفها، بقية الألوان تشوفها أبيض وأسود. الفلامينغو لونه بامبي لأنه يأكل كثير من الشريمب أو الجمبري، وما يقدر يأكل إلا لما يكون راسه بهذا الشكل نازل وطالع. القرود لو زغزغتهم او انك دغدغتهم او انه يعني كذا سويت لهم ممكن يضحكوا. حطيت بعض المقاطع عن بعض المعلومات اللي ذكرتها تحت في الديسكربشن، روح شيك عليهم. ممكن تتساءل تقولي ليش ما حطيتهم في نفس الفيديو هذا؟ للاسف لانه في كوبي رايت وفي حقوق، مثلا لو حطيت مقطع من ناشونال جيوغرافيك حيشيلوا المقطع حق هذا ويجيني تحذير من يوتيوب، فعشان كذا روح شيك عليهم في الديسكربشن. وكذا وصلنا للنهايه، لا تنسى اللايك اذا استفدت واستمتعت بالمقطع، ولا تنسى برضو تنشروا وتشاركوا عند اصحابك، عند الناس اللي تعرفهم، تويتر، واتساب، انستغرام، البرنامج اللي تبغاه. ايوه نسيت اعرفكم بالحيوان اللي انا عندي اللي هو بومه، وانا مسميه هو، فيعني حبيت اقول لكم بس. ولا تنسى الاشتراك في القناه، ونشوفك على خير ان شاء الله، وبيس. اذا مثلا تركت المروحه شغاله وانت نايم تحتها معناته انك انت حتموت والمروحه تطيح عليك. والله يعني مو انا الوحيد اللي كنت افكر زي كذا، حلو انه في ناس زي